السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي شهوة دار أسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. سنة سعيدة بكل المتمنيات، بصحيحة والسلامة والرزق واللي كيتمناها خاطركم ليكم والكل عزيز وغالي. اليوم جيت نشارك معكم العراضة اللي درت لصحاباتي، عراضة مغربية بامتياز بوصفات اللي سهلة ومتنوعة. بالنسبة لطبلة المقبلات كانت مشكلة ما بين بسيطلات والسيجار والبريوات وكذلك الحريرة المغربية اللي تصلح مع هذا البرد هذا، بطبيعة الحال مع التمر والمعسلات. بالنسبة للطبق الرئيسي سبق لي وشاركت معكم فيديو مفصل، وهذه طنجية المغربية في الكوكوت بطريقة مغايرة على الأولى، غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو. بقاو معايا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا جميع الوصفات اللي غادي نشارك معكم. بالنسبة لهاد لي لانجات غنعطيكم جواب جماعي، كلشي كيسولني عليهم. كناخذهم فرنسا من نورمال 20 حبة دايرة ب2€، والناس اللي في المغرب راه كيتواجدوا عند مولين لوازم الحلويات، دائما كنقدمهم مع المدافي من السم بالزهر. بالنسبة للطبيلة ديال الديسير كان طبق ديال الفواكه اللي موسمية مشكلة مع المحنشة ديال اللوز، وكذلك دي فيغين ديال التيراميسو اللي كلاسيكي. غادي نشارك معكم كذلك الطريقة في هذا الفيديو. بالنسبة للطبيلة ديال الشريباتاي كانت مشكلة منوعة، طبيعة الحال اللي قالتاي مغربي ضروري من حلوة مغربية خصوصا ديال اللوز. وكنشكر البنات كذلك اللي كيجيبوا شي حاجه في يديهم، تنقول لهم الله يخلف عليكم، الله يقوي الخير. وكانت هكذا الطبيله ديالنا ديال اتاي اللي مشكله ومنوعه. دابا غادي ندوزو المقادير ديال التيراميسو اللي كنوجدوا ليله قبل. عندي 2 ديال البيضات، كنفرق الصفر على الابيض كنطربو حتى كان يولي مثل الثلج، وكنديرو جانبا. هنا عندي 2 ديال الصفر د البيض مع 80 غرام ديال السكر وساشي ديال السكر الفاني، كنطربوهم مزيان حتى كيولي داك الخليط غادي للبيوضه. عاد كنضيفو عليه تدريجيا علبه ديال الماسكاربون اللي فيها 250 غرام. يعني عندي 2 ديال الصفر د البيض مع 80 غرام السكر، ساشي ديال السكر الفاني و 250 غرام ديال الماسكاربون. منين يطلع علينا الخليط مزيان وما كيبقاوش فيه الشوائب، كنضيفوا البيض عليه تدريجيا باش ما كنهرسوش، وكتجينا داك الكريمه ديال التيراميسو خفيفه. كنوضعوه في لي فيغين. الطريقه ديال التقديم راه كتبقى على حسب الاختيار. هنا غادي ندوزو للطنجيه اللي في الكوكوت. هنا عندي 6 كيلو ديال الملج ديال العجل، نضيفو 2 المعالق كبار ديال الكمون البلدي اللي مطحون، الاحسن يكون مطحون على اليد لانه كينسم لينا هاد الطنجيه من داك الشيء. غادي نضيفو الحامض مصير، الا كان عندكم منزلي من الاحسن، الا ما كانش راه غير ديال الزنقه، حيت هذاك ديال الدار سبحان الله تيكون معسل. دونك عندي حامضه مصيره اللي مقطعه مكعبات مع واحد الراس ديال الثومه اللي منقي، ونخليوها صاينه غير هكذاك، نرميوهم على اللحم. ضروري من الزعفران الحر، هنا الزعفران ديال بلادي تلوين. دونك كندير واحد الكميه اللي لا باس بها على حسب طبيعه الحال الكميه ديال اللحم. ضروري من واحد القبصه ديال الملحه، واخا الحامض مصير تيكون مالح. هنا عندي واحد المعلقه صغيره عامره ديال السمن البلدي، السمن الحايل حتى هو كيكون مالح، داكشي باش ما كنكثروش عفوا بزاف الملحه. عندي كاس صغير ديال الزيت البلديه، غادي ناخدو ضويمه ديال الزعفران، غادي نوضعوها في واحد الكاس صغير ديال الماء نفس القياس ديال الكاس اللي خدينا به الزيت البلديه، وغادي نضيفوه ونشعلو على الكوكوط على عافيه مهيله مده ساعه. هنا الحريره ديالي جمعت فيها القوام كامل، العدس، الحمص، بصله، مطيشه اللي محكوكه، مطيشه ديال الحك، الخرقوم البلدي، البزار هي كتبغي البزار بزاف، سكينجبير، وبطبيعه الحال الكرافس، وشويه ديال الزيت البلديه. الحريره ما كتكونش فيها الثومه، ولكن الا درتو غير واحد الضريس راه كيزيدها واحد البنه لا تقاوم.
غير جربوها وردوا عليا الخبر. ما تنساوش المعدنوس وكذلك العظيمات الى عندكم. انا كندير العظيمات ديال البقري لانهم كيزيدوها لذة على لذة، بطبيعه الحال كيبقاو اختياريين. وغادي نمرقوا بالماء، غنخليوه حتى تطلع عليها الغليه، عاد غادي نسدو على الكوكوط ديالنا باش يطيب لينا العدس والحمص وديك العظيمات. ملي كيطيب لينا كلشي كندوروها بالقليل من الدقيق الابيض ولا ديال الزرع ولا مايزينا مع القليل من الماء، وحنا كنضيفو وحنا كنحركو ضروري. عاد من داك الساعه منين كتعاود تطلع الغليه عليها كنضيفو سوا الرز ولا الشعريه على حسب كل والاختيار ديالو واللي متوفر عنده. وكاين اللي يزيد فيها واحد البيضه ولا جوج، وكاين اللي كيخليها غير هكذاك. ما تنساوش تضيفوا ليها المعدنوس اللي مقرد في الاخير، وتخليوها عاوتاني يطلع عليها واحد الغليه، وقدموها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريره، كتجي فعلا رائعه، كتجي بنينه، كتجي عاقده من داكشي. وهكا كانت الطبيله ديال المقبلات. بالنسبه للمملحات كلهم سبق لي وشاركتهم معكم في القناه، غنخلي لكم الروابط تحت هذا الفيديو. بالنسبه للطنجيه جات معلكه من داكشي، واقفه في مريقتها، يا سلام، ننصحكم تجربوها بهذه الطريقه. وهذا هو البلاطو ديال لي فخوي ولي فيغين ديال التيراميسو اللي جاو اكثر من رائعين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، غنخليكم مع بعض الصور وغادي نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو وفكرة جديدة. في امان الله.